ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. معلش بقى غايبه عنكم كده لظروف ما. هو حلوه كده من قلبكم في اول الفيديو ولكم بالمثل ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف النهارده فطرنا ايه. يعتبر ده اول يوم افطر في شقتي. عملت بقى كده فطار خفيف على المعده. ده بقى لسه كده على ما تتعود على الصيام بتبقى مجروحه. تعالوا نشوف بقى عملنا مع بعض ايه. هنا كده حطيت ميه في الحله، حطيت فيها فلفل اسمر، 7 بهارات، بهارات فراخ، ملح، حطيت طماطم، بصل، فلفل، جزر، ورق لوري، حبهان، كبيبه صيني. تغلي بقى غلوه حلوه. هننزل بقى كده في الميه دي بديك بلدي كده مغسول ومنقوع كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله تربيه بيتي، حاجه حلوه قوي بألف هنا. هننزل بقى كده في الميه المغليه بتاعتنا. هننزل بيه كده بقى ونهدي النار وسط. اول بقى ما يغلي كده غلوتين 3 نقلبه على الجناب كلها عشان يستوي، يبقى واخد كله سوا واحد على نار وسط ونسيبه بقى يستوي. وصلت بقى لحد هنا، متنسوش تدعمونا بلايك وكومنت سبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم فضلا وليس امر. تاني حاجه كده هنعملها مع بعض، هنجيب حله ونحط فيها معلقه سمنه بلدي كده وننزل عليها بلسان عصفور. نحمره بقى تحميره حلوه كده. نفضل نقلب فيه لحد ما ياخد كلته اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. مش هنسيب بقى المعلقه من ايدينا عشان ماخدش لون من جنب ولون تاني. هنا بقى كان الديك بتاعنا استوى خلاص. هنشيله بقى ونحطه في صينيه وناخد بقى الشوربه الجميله دي. نعمل بقى احلى شوربه لسان عصفور بقى زي ما انتوا شايفين واخد كله لون واحد اهو. هننزل بالشوربه زي ما انتوا شايفين كده. هنحاول نصفيها كده من الخضار واي توابل. ندي بقى تقليبه كده عشان نهدي الطشطشه اللي انتوا شايفينها دي. نكمل بقى باقي الشوربه على لسان عصفور ونسيبه بقى على نار وسط يستوي. هنا للديك بتاعنا هنحمره طبعا. جبت هنا معلقه صلصه، حط عليها ملح وفلفل اسمر ومعلقه زيت وهنديهم تقليبه حلوه وبالفرشه كده. وهندهن الديك كده زي ما انتوا شايفين وندخله بقى تحت الشوايه يحمر من جميع الجوانب. انا كنت ناقعه الرز زي ما انتوا شايفينه كده. هنجيب الحله نحط فيها معلقتين زيت. اول ما الزيت بتاعنا كده يسخن، الفيديو بقى كده كان فصل، هننزل بالميه ونحط الملح ونسيبها تغلي. واول ما الميه تغلي معانا بتاعه الرز ننزل بالرز ونظبط قعد الرز. كل ده كان خلص كنت عملت احلى طبق سلطه زي ما انتوا شايفين كده. عملت طماطم وخيار وحط عليها فص ثوم ونص قرن شطه. بهارت السلطه كده بملح وفلفل اسمر، نتره بسيطه خالص، كمون، كزبره ناشفه، نص ليمونه، ونديها تقليبه وكده يكون معانا احلى طبق سلطه جاهز. هنا بقى كده غرفت الاكل. المغرب اذن. كان معانا هنا عصير خروب كده جاي من عند ماما، وبعتلنا هنا بطاطس محشيه لحمه مفرومه زي ما انتم شايفين مدخنه وجميله قوي. وغرفنا بقى السلطه والرز والشوربه ولسان عصفور. واديك القمر بقى معلقه الصلصه كده اديتله تحميره حلوه قوي. وده كده كان فطار تالت يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هتسألوني بقى فين فطار اول يوم وتاني يوم؟ فطرت طبعا عند بابا وماما، ربنا يخليهم لنا يا رب، ما يحرمناش منهم ودايما البيت مفتوح بحسهم يا رب. طبعا كالعادة راحوا على الفطار. تعالوا بقى اشوفكم. رحت لقيتهم عاملين فطار ايه. كسرنا القاعدة السنة دي وما عملناش محشي. هنا عاملين بقى طواجن ما شاء الله كده. طواجن بسلة باللحمة، رز بالشعرية زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كل واحد شارك بحاجة. انا رايحة حوالي 4:30. ماما طبخت الرز بشعرية ودي كده الشوربة، وانا عملت طواجن البسلة. وهو بقى تسلم ايده عملنا طواجن اللحمة دي بطريقة تحفة تحفة تحفة. عملنا السلطة اللي هي الويسكي دي. هنا طبعا سلطة عادية. وهنا بقى كانت خلاص كده سفرة الاكل او الطبلية كانت جاهزة معانا. شايفين هنا الطواجن طالعة لسه بتغلي كده على الطبلية بتاعتنا. اللحمة هنا كانت دايبة دوب كده في الطواجن. بابا طبعا اللي عاملها تسلم ايده. وده كده كان فطار اول يوم. دعوة حلوة من قلبكم بقى لبابا وماما واخواتي ولكم بالمثل ان شاء الله. وبكده كسرنا قاعدة اول يوم محشي وبط ان شاء الله نعمله في نص رمضان. وده طبعا فطار تاني يوم رمضان. اختي بقى اول يوم كده مش بتفطر معانا فجت تاني يوم فعايزة نفس الاكل كده تنوع بسيطة كده. طبعا انتوا عارفين تاني يوم بيبقى بواقي الاكل بس يومها طبعا عملنا اكل جديد. بابا برضو عمل طواجن لحمة كده بس بطريقة تانية. وعملنا رز ابيض. وعملنا هنا بقى بدل الجلاش عملنا سمبوسة. كده كان فطار تاني يوم واول يوم عند ماما. متنسوش بقى تحطوا اللايك واشوفكم في فيديو جديد على خير.